مركب سياحي في مدينة الأقصر. مدينة الأقصر النهاردة شهدت غرق مركب سياحي عندها على كورنيش النيل. ايه اسباب غرق المركب ديت، او ايه اللي حصل في المركب اللي خلاها ان هي تغرق؟ ويا ترى هل في وجود متوفين ام لا او كده؟ هنشوف وهنتابع في الفيديو النهارده. المركب اللي غرق النهارده في الأقصر هو من الفنادق العائمة على كورنيش النيل في الأقصر. الفندق ده أو المركب ده من سنة 2013 وهو متوقف عن العمل وبدأوا من هما يبدأوا يعملوا له صيانة اليومين دول. طبعا في عمال على متن المركب، وفي شغالين اللي هو الطاقم بتاع المركب كمان. اول ما المركب غرقت في ساعتها جهات الامنية اتحركت، بجانب الانقاذ النهري كمان هو اتحرك. بدأوا ان هم يشوفوا الطاقم الموجود، وهو كان عبارة عن 19 عامل على متن المركب. بدأوا يشوفوا فين 19، لقوا ان في متغيب بالظبط 3 مش باينين. بدأ فريق الانقاذ يدور على ال3، ملقاش الا الاول منهم 2، والاتنين في سن العشرينات، شباب يعني، دول لقاهم متوفيين. وفي البحث بصوا لقوا ان في واحد اللي هو الثالث كمان الحمد لله لحقوه ونقذوه هو دلوقتي في المستشفى. كمان في عاملين برضك من متن المركب برضك حصل ان هم حصل لهم بعض الاصابات. انا بس حابه اوريكم الفيديو ونشوف المنظر بتاع الفيديو اثناء غرق المركب. تعالوا. المركب فك السنة، فك زي ما انتم شايفين المنظر طبعا صادم ومرعب. وزي ما انتم شايفين ان حصل الغرق جزئي، يعني في جزء نزل لانها هي على الشاطئ من النيل، هي بره ما كانتش جوه في الاعماق. الحمد لله ان يعني جيت على كده المركب اللي جنبها والمركب اللي جنبها التانية الحمد لله ما تأثروش الحمد لله بالغرق. وزي ما انتم شايفين الجزئي بس هو اللي غرق من المركب. وكمان محافظ الأقصر بدأ في تحقيقات النيابة يشوف ايه التحقيقات بالظبط ووصلوا لغاية ايه في التحقيقات، وان شاء الله نتوالى بإذن الله في الفترة القادمة نشوف التحقيقات وصلت لإيه. وزي ما انتم شايفين برضك الحركة الملاحية برضك طلعوا قالوا ان الحركة الملاحية في نهر النيل في الأقصر طبيعية خالص، وبيمارسوا السياحة عادي ومفيش أي حاجة تبع ما هم بيقولوا. حبايب قلبي نتمنى للكل إن شاء الله السلامة، وربنا يا رب يسترها علينا وعلى أولادنا وعلى بلدنا، وإن شاء الله ما يكونش فيه خسائر أكتر من كده بإذن الله. حبايب قلبي طبعا ما تنسوناش باللايك بتاعكم الكريم ان انتوا دايما بتدعمونا بيه، وما تنسوناش كده بكومنت حلو كده زيكم تقولوا لنا ايه رأيكم النهارده في حلقتنا. سلام.